الهلال يقترب من التوقيع مع الظهير الأيسر روما أنخيلينو. تخيلوا شارينه روما ب5 مليون يورو، الهلال مقدم له 22 مليون يورو. أنا عندي تساؤل، الهلال ما يحتاج ظهير أيسر، ليش جايبينه؟ عندهم اليودي والحربي. يجب ظهير أيسر عليها كلام زي ثيو، أو لا تجيب. هذه من وجهة نظر واحد محايد، أنسى أني أشجع النصر. اللاعب هجوميا كويس، دفاعيا يعني له زين وله شيء. والله يا إدارة أندية عندنا ما أدري كيف تفكر يا أخي. ندافع أدفع بواحد يستاهل ولا أدفع؟ ليه تدبسني بلاعب 4 سنوات 5 سنوات؟ والله يا الجمهور، والله في النصر في الهلال في الاتحاد في الأهلي أنه أفهم ويعرف أكثر من الإدارات. بصراحة، هل أنت مع انضمام أنخيلينو والنادي الهلال عزيزي المشجع الهلالي؟ أنا أشوف مبلغ، هالمبلغ ما يستاهله. وثاني شيء يعني في أولوية أكثر إنك تجيب ظهير أيسر. متعب الحربي مشاريه 120 مليون، ليش شاريه 120 مليون؟ دق خشوم، طيب دقيت خشمك الآن ابتلشت. لا تنسى الإضافة يا أخوان، دعمكم الله يسعدكم، ما استغني. الإضافة والله يكون نشر. السلام.